مساء الفل على الكل. النهارده هحاول اجاوب على سؤال مهم بيدور في راس الكره الارضيه وراس معلمين العالم كلهم، كل رؤساء الحكومات والدول زي امريكا وبريطانيا وروسيا ومصر والسعوديه والاتحادات العالميه ومنظمات المجتمع الدولي، وكله بيسال امتى الحرب بين روسيا واوكرانيا هتنتهي؟ يا ترى بوتين هيطلع النووي ويخلص على الحرب دي، ولا امريكا هتبعت الجيش والمارينز يحاربوا في اوكرانيا علشان يخلصوا على روسيا، ولا الاتحاد الاوروبي هيعمل نمره ويخلص على بوتين؟ سؤال امتى هتنتهي الحرب الروسيه الاوكرانيه ده بقى اصعب سؤال حاليا، سؤال صعب ومحير العالم كله، ولحد دلوقتي ملوش اجابه محدده. يعني مفيش حد طلع وقال لك الحرب دي هتنتهي في خلال شهرين ولا في خلال سنه ولا حتى بعد 100 سنه، وصدقني ده مش هيحصل لان الحوار مش قليل، وما دام الحوار مش قليل فمن غير تفكير ومن غير حوار جنى هتولعها نار. شوف بقى يا سيدي، ومن غير لف ودوران كده انا هخش في الموضوع على طول. يوم 21 فبراير السنه اللي فاتت الحكومه الروسيه اعلنت ان في قصف اوكراني دمر منشاه حدوديه تابعه لجهاز الامن الفيدرالي على الحدود الروسيه، وقالت انها قتلت 5 جنود اوكرانيين حاولوا دخول روسيا. اوكرانيا طلعت بسرعه وقالت ده كذب، اقسم بالله ما حصل، وربنا معنا تختي معنا. روسيا طبعا ما صدقتش حلفان اوكرانيا وقامت دب بتحارب فيها، وقالت ان هي سبب العمليه دي. وخد بالك انها لحد النهارده بتقول انها مش حرب اصلا، دي مجرد عمليه عسكريه محدوده وهدفها هو نزع السلاح والقضاء على النازيه من اوكرانيا، ومش هدفنا احتلال اوكرانيا ابسولوتلي، ده احنا بنساعدهم علشان الناس الزباله اللي بتحكمهم. اهو ده نفس السبب اللي كان بيقوله هتلر الزعيم النازي الكبير لما يحب يخش يحتل بلد يقول ده احنا بنحمي اقليه او بنحرر دول. هو ما حدش قال لبوتين ان النازيين الالمان هم اللي بداوا الحروب زي ما سيادتك عملت كده بالظبط مع اوكرانيا. صايع بوتين ده ديب يعني. بقول لك ايه يا عم بوتين، انا بصراحه كده السبب ده مش مقنع بالنسبه لي خالص، بس المصيبه الاكبر ان الكلام ده ممكن يتفهم منه ان الحرب دي مش هتنتهي غير لما يشير رئيس اوكرانيا ويهد النظام الاوكراني من فوق لتحت، وده علشان يبنيها على مزاجه ويخلصها من الاشرار. يعني تقصدي يا جنى ان ده مش السبب الحقيقي، وان اوكرانيا ولا ضربت صاروخ ولا عملت اي حاجه من اللي بوتين قال عليها؟ بص يا سيدي، هو مبدئيا كده مفيش حد في العالم سهل عليه يرمي بومب على روسيا او حتى على امريكا، دي دول تقدر تقول عليهم كده يا معلم اندرتيكر الكره الارضيه. نروح بقى للسؤال الاهم واللي انت جاي وعايزنا اجاوبك عليه، امال الحرب دي هتنتهي امتى يا معلم؟ والله هقول لك، بس خليك ماشي معايا واحده واحده علشان نوصل للاجابه. اصل الحرب دي ليها شويه اسباب، مش سبب واحد. اولها ان روسيا بتخطط للسيطره على اوكرانيا تقريبا من التسعينات، وكل كام سنه تروح عامله اي حركه ترازي بيها اوكرانيا، اشهرهم واكبرهم استيلائها على جزيره القرم في 2014. تاني حاجه بقى ان روسيا شايفه اوكرانيا مجرد دوله كانت تبع املاك الامبراطوريه الروسيه القديمه، وما ينفعش تبقى دوله ليها سياده كامله على اراضيها. واللي جنن روسيا اكتر ان اوكرانيا عايزه تنضم لحلف الناتو. حلف ايه يا اختي؟ حلف الناتو يا اخويا، وده اللي بيضم كل حلفاء امريكا في اوروبا، وكمان بتدعمه امريكا، واي حاجه فيها امريكا تزعل روسيا والعكس صحيح. المهم ده اللي خلى بوتين يتحرك اسرع، لانها لو انضمت لحلف الناتو فده معناه ان حلف الناتو بقى على الحدود الروسيه مباشره، وكل الاعضاء اللي في حلف الناتو هيكونوا ملتزمين بالدفاع عن اوكرانيا في حاله انه عايز يستولي عليها زي ما بيعمل كده دلوقتي. وضيف على كده شويه اسباب فوق البيعه، زي ان اوكرانيا رابع دوله على مستوى العالم بتصدير القمح، وطبعا بتصدر شويه حاجات تانية زي المعادن والكيماويات وزي الاغذيه. والحرب الروسيه الاوكرانيه مشكلتها الرئيسيه مع العالم كله، سواء اللي ليه مصلحه فيها او اللي ملوش، ان من يوم ما بدات في 24 فبراير 2022 والعالم اتغير واتبدل، وطبعا البترول زاد والمواد الغذائيه وكمان الذهب. ومش بس كده، ده كل نواحي الاقتصاد في كل حته في الارض تقريبا كده اتاثرت واتضررت. وعلشان تحس بتاثيرها على الكوكب كله كفايه انك تسمع باستمرار الخبراء والسياسيين وكمان الاقتصاديين هم بيقولوا العالم قبل حرب روسيا واوكرانيا والعالم بعد حرب روسيا واوكرانيا زي كده بالظبط العالم قبل الحرب العالميه الثانيه وبعد الحرب العالميه الثانيه. يعني لو جينا نبص على نفسنا مثلا فهتلاقي ان منطقه الشرق الاوسط اصابها اضرار كتير جدا، وده بسبب ان صندوق النقد الدولي حدد مجموعه من الصدمات اللي تعرضت لها دول الشرق الاوسط من اول ما الحرب دي اشتعلت. اولها تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتانيها ارتفاع اسعار الغذاء والطاقه وتقلبها، وتالتها ازمه تكلفه المعيشه. وده خلى الدول تلجا لتشديد الاوضاع الماليه باسرع واقوى من المتوقع، فحصل ان دول المنطقه ارتفعت فيها مستويات الفقر بالاخص في المنطقه العربيه، ووصل عدد الفقراء لحوالي 130 مليون شخص، يعني تقريبا كده ثلث سكان المنطقه، باستثناء طبعا دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا. هو كمان متوقع ان الارقام تزيد خلال السنتين اللي جايين علشان توصل ل 36% في السنه اللي جايه. ومتوقع كمان ان اقتصاديات المنطقه العربيه تحقق نمو بنسبه 4.5% في 2023 و3.4% في 2024.
والتضخم في منطقه الشرق الاوسط وصل ل 14% في 2022. هو للاسف سجلنا معدل بطاله 12%، ودي طبعا كلها ارقام اتقالت في التقرير الصادر عن لجنه الامم المتحده الاقتصاديه والاجتماعيه لغرب اسيا. كل نقطه من اللي فاتوا دول نقدر نتكلم عنها في حلقه لوحدها، بس اعتقد انك حاسس بالكلام ده ومش محتاج اني اقوله تاني. طب يعني يا جنى، انت متوقعه ان ممكن الحرب الروسيه الاوكرانيه دي تخلص امتى؟ بص، هي هتخلص باذن الله لو الشروط اللي روسيا حددتها اوكرانيا وافقت عليها. وشوف كده الشروط وقول لي في التعليقات ممكن تتحقق ولا صعب. ما تيجي كده يا برنس اقول لك ايه هي الشروط. 1. تعديل الدستور الاوكراني بحيث يتحط فيه بند ينص على ان اوكرانيا مش هتنضم لاي تكتل عسكري، هو اللي مقصود بيه طبعا حلف الناتو. 2. اوكرانيا تسيب لروسيا شويه مناطق وهي شبه جزيره القرم ودونستيك ولوجانسك وخيرسون وزاباروجيا كاراضي روسيه. واخر حاجه علشان نعيش في سلام، نزع كل الاسلحه الموجوده في اوكرانيا والقضاء على النزاعات النازيه والقوميه. طب ما هي اسباب بسيطه هي يا جماعه، امال انتوا مكبرين الحوار ليه؟ ده حتى اوكرانيا علشان توقف الحرب وتدافع عن نفسها ليها طلبات وشروط هي كمان، والطلبات دي هي ان روسيا توقف القصف وترجع للحدود ما قبل 24 فبراير 2022. ايه ده بس كده؟ والله ده كان طلب اوكرانيا في البدايه، بس طبعا الشروط زادت وطالبت بحقوقها كلها. ومن شهور قليله قالت ان السلام مع روسيا لازم يتم وفق ال10 شروط اللي نص عليهم القانون الدولي ومبادئ الامم المتحده. مش هقول لك على 10 نقط كلهم، بس اهم حاجه فيهم ان روسيا تتعهد بضمان السلامه النوويه وتبعد عن محطه زاباروجيا الاوكرانيه للطاقه، وتتعهد وتمضي انها ما تتعرضش لصادرات اوكرانيا، وكمان الافراج عن المعتقلين اللي روسيا خدتهم من الاقاليم الاوكرانيه المحتله. وطبعا زودت سقف الطلبات في انها شرطت عشان الحرب دي تنتهي عوده جميع الاراضي الاوكرانيه لسياده اوكرانيا بما فيهم شبه جزيره القرم اللي روسيا خدتها في 2014. وبسبب ان الطرفين حاطين شروط ان لازم واحد ينخ قدام التاني، فده معناه ان الحرب الروسيه مش هتنتهي غير في ارض المعركه، وان المفاوضات والدبلوماسيه دي هي دوب تمشي مصالح العالم زي تامين صادرات الحبوب وغيرها. لكن الحرب دي تنتهي بقعده مفاوضات وكده، انا كجنى بقول لك انه صعب. اصل يا برنس الليالي، لو رئيس روسيا وافق على شروط اوكرانيا يبقى سمعته وصورته اللي رسمها قدام العالم كراجل مخابرات قوي وقادر هتتهز ومش هيعرف يقول كلمه في العالم، وضمنيا كده هتبقى روسيا خسرت. طب ما خلاص اوكرانيا توافق وتنهي الحرب دي. اقول لك على حاجه، روسيا توافق اسهل من موافقه اوكرانيا. اصل اوكرانيا دي بيدعمها امريكا ودول اوروبا الكبار زي انجلترا والمانيا وفرنسا، وتقريبا كده كل اعضاء حلف الناتو اللي شايفين ان لو بوتين كسب الحرب دي وضم اوكرانيا لروسيا فده معناه انه هيبدا حرب جديده. ويقول لك اصل بولندا دي تبعي والبانيا كانت ضمن الاتحاد السوفيتي. من الاخر كده هيبقوا شايفين ساعتها ان بوتين ده هيبقى هتلر القرن ال21. كفايه اصلا انه انهى حاله السلام اللي عاشت فيها اوروبا لمده اكتر من 65 سنه من ساعه ما الحرب العالميه الثانيه ما انتهت. وبما ان الوضع بين الطرفين بالمنظر ده وكل واحد شادد حيله على الاخر ومصمم يكسب كل حاجه، فمن الاخر كده الحرب دي هتفضل مطوله شويتين للاسف. وده اللي قاله الامين العام لحلف شمال الاطلسي يانس ستولتنبرج في مقابله مع صحفيين المان، واكد الكلام على ان الحرب بين روسيا واوكرانيا مش هتنتهي قريب. اما رئيس هيئه الاركان المشتركه الامريكيه مارك ميلي كان صريح اكتر، لانه اعلن ان فوز اوكرانيا بالحرب هيحتاج وقت اطول، لان على ارضها حاليا حوالي 200,000 جندي روسي، هو دول محتاجين وقت طويل جدا علشان يطردوا. فمعلش يا سيدي استحمل شويه الظروف اللي انت مالكش يد فيها، لان العالم مش فاضي لينا حاليا وبقى مركز مع روسيا واوكرانيا ونسينا. عموما كده او كده يا ريت ما تنساش ان مع كل ترند ومع كل حوار جنى هتولعها نار. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اشوفكم في حلقه جديده وترند جديد، وسلام عليكم.